السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهارده على آخر ما توصلنا له من أخبار ومفاوضات جديدة للأهلي السعودي ليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 12/8/2023. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ملخص آخر أخبار الأهلي السعودي اليوم: ياسيلي يحتاج إلى مدافع. يقدم لكم موقع سبورت ملخص آخر أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت الموافق 12/8/2023 12 أغسطس 2023. بينما كتب البرازيلي روبرتو فيرمينو: بداية ولا أروع بقميص الأهلي بعدما سجل 3 أهداف هاتريك في أول مباراة له بمسابقة دوري روشين السعودي. وانضم البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب ال 31 عام لصفوف الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد نهاية رحلته مع ليفربول الإنجليزي. وأكد الألماني ماتياس ياسيلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي السعودي على حاجة الفريق إلى ضم مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 بالرغم من الفوز على الحزم في بطولة دوري روشن. وقال ياسيلي في تصريحات صحفية عقب المباراة بعد الهدفين الأول والثاني: كان على اللاعبين تعزيزه بهدف ثالث، ولكن تراجع الأداء كيسي يكشف عما ينقص الأهلي السعودي بعد الفوز على الحزم. تحدث ليفواري فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي عن فوز فريقه أمس أمام الحزم ب3 أهداف مقابل هدف، وذلك في افتتاح منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي. وشارك كيسي أساسيا اليوم في أول مباراة له بقميص أهلي جدة بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف برشلونة الإسباني. أول تعليق من فيرمينو بعد الهاتريك أمام الحزم. علق البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي عن سعادته بعد تسجيل هاتريك في مباراة اليوم ضد فريق الحزم في بطولة دوري روشن. وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم النادي الأهلي هاتريك في اللقاء، الهدف الأول والثاني والثالث لفريق الأهلي ضد فريق الحزم في الدقائق 17 والثانية والسبعين من عمر المباراة. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الحزم في الدوري. يتساءل جمهور قلعة الكؤوس عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي القادمة، وذلك بعد الفوز على فريق الحزم في بطولة دوري روشن. وحقق فريق الأهلي السعودي فوزا غاليا على نظيره الحزم بثلاثية أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي. رياض محرز يكشف انطباعه بعد أول ظهور مع الأهلي. تحدث الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي عن ظهوره الأول الرسمي بقميص الراقي في مواجهة الحزم أمس الجمعة. وانضم رياض محرز صاحب ال 32 عام لصفوف الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. رياض محرز يعلق على أول مباراة له بقميص الأهلي. شارك رياض محرز أساسيا في ليلة فوز الأهلي على الحزم ب3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في افتتاح مباريات الجولة الأولى من منافسة دوري روشن السعودي. ونشر رياض محرز عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا من أول مباراة له بقميص الأهلي أمام الحزم، مشيرا إلى أنه بدايته كانت مثالية. وكتب رياض محرز في تعليقه: المباراة الأولى، أول أسيست وأول فوز، البداية كانت مثالية، أشكركم على الترحيب والأجواء الكبيرة، لا أطيق الانتظار للقادم. وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثية للأهلي في مرمى الحزم، وصنع الجزائري رياض محرز الهدف الأول لفريقه. ويضم الأهلي مجموعة من اللاعبين الأجانب الكبار على رأسهم الجزائري رياض محرز والبرازيليين روجر إيبانيز وفورمينو، بالإضافة إلى الفرنسي ألان سانت ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسي والسنغالي إدوارد مندي. كلوب يحسم مصير تياغو الكانترا مع ليفربول. وأكد المدير الفني الألماني يورجين كلوب بأن لاعب الوسط الأسباني الخبير تياغو الكانترا سوف يبقى مع نادي ليفربول هذا الموسم ليغلق ملف الاجتهادات حول مستقبله. وارتبط نجم بايرن ميونخ السابق بالعودة إلى برشلونة، وكذلك ربطته التقارير بالانتقال إلى أهلي جدة في الدوري السعودي خلال الأيام الماضية. ولكن مدرب الريدز أنهى الجدل بالتأكيد على استمرار اللاعب في ملعب الأنفيلد، مشيرا إلى أنه سيكون له دور مهم مع الفريق الأحمر. كلوب يؤكد استمرار تياجو الكانترا مع ليفربول. وقال كلوب في سياق حديثه عن مستقبل اللاعب: لقد أتى وتحدث عن دوره، ولقد تحدثنا أنه لاعب ذو خبرة فائقة وهو مهم لنا للغاية في خط الوسط، وسيكون مفيدا جدا بالنسبة لنا. وفي سياق آخر، لا يزال ليفربول يتطلع لتعزيز خط وسط ملعبه
حيث يبحث عن إضافة لاعب وسط آخر في نهاية سوق الانتقالات، وقد ارتبط بقوة بالتوقيع مع كايسيدو والذي يبدو بأنه في طريقه على الأغلب إلى تشيلسي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا واتمنى دعمك واشتراك في القناة. لو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.